إذا رايد تبني بيت جديد فأنصحك شوف هذا الفيديو للنهاية. عندك قطعة أرض ورايد تعرف بناء الدرجة أولى ايش قد يكلف؟ حبيبي أنت مو رايد بناء درجة أولى، هاي واجهية كلفت أكثر من 20 مليون. وهسه تعال وراي خلينا نشوف هذا البيت من الداخل. عندك هنا الأرضية مرمر 60 ب60 والجدران بورسلين بمادة درجة أولى وبيها لوحات، لوحة بالصالة ولوحة بالاستقبال، وهاي الصحيات الشغل مالتها كله درجة أولى، والأبواب ألمنيوم من أفضل النوعيات الموجودة. هسه تعال وراي خلينا نشوف الدرج. وبالنسبة للدرج البايات مالته المرمر التركي درجة أولى، سعر الباية الوحدة أكثر من 50,000 دينار. وبعد ما كملنا من الدرج عندنا ذني هنا 2 غرف ما يحتاج ندخلهن لأن بس أرضيتهم مطبقيها والباقي كله بورق. وهسه تعالوا خلينا نشوف هذا المنور. طبعا نشوف المنور شكله غريب، تقول هذا المنور مخلينه بدون قطوعات، راح يخلون له جام من جهتين ومطبقينه سيراميك للطابق الثاني، وحتى الستاره مطبقينها ومغلفينه جام من فوق، والشغل مالته درجه اولى ومطبقينه بماده. وهسه خلينا نصعد على الطابق الاول. طبعا هذا عندنا الطابق الاول صايره بيه مجموعه مال غرف. هنا عندنا صحيات مثل ما تشوفون درجه اولى ما بيها اي نقص. وهذني عندنا هنا 2 غرف، هذه الغرفه الاولى وهذه الغرفه الثانيه. وهسه خلوا نروح على الواجهيه. وبالنسبه للجدران اللي جاي تشوفوها مشتغليها لوح بورسلين بماده. هنا عندنا هذه صالة تصير فوق وبيها مطبخ صغير ذاك اللي تشوفونه. وهنا عندنا غرفة، خلينا ندخل على الغرفة. صاير بداخلها صحيات، هذه الصحيات مالت الغرفة الشغل مالته كله درجة أولى. شفتوا هذا البيت والترتيبات مالته والشغل مالته كلش حلو ما بيه أي نقص. هل هذا البيت البناء مالته درجة أولى؟ أنا راح أجاوبكم وأقول لكم لا، لأن ماكو بالبناء شيء اسمه درجة أولى. ولا يجيك مقاول ويقول لك أنا أشتغل لك درجة أولى، ماكو هيك شيء اسمه درجة أولى. المواد والنوعية أنت اللي تحددها، اقتنع بها أبو البيت واشتريها وخلي ينفذ لك المقاول. وتحياتي، ولا تنسون تخلون لايك على الفيديو.